من يوم 5/5 توجه المجني عليه إلى قسم الشرطة وقام باتهام زوجته بقيامها بممارسة الرذيلة مع شخص آخر وإرسال محادثات جنسية عبارة عن صور وفيديوهات ومقاطع صوت وجدها على فلاشة. وتبين قيام الزوجة بإرسال تلك المقاطع إلى أخو المجني عليه. النيابة العامة قامت باستجواب المجني عليه. في تحقيقات النيابة متى وأين حدث ذلك؟ الواقعة دي حصلت من شهر 4 اللي فات. س من كان برفقتك أبان حدوث تلك الواقعة. ج كان موجود معايا أخويا وأختي الصغيرة ومرات أخويا. س من أين حصلت على تلك الفلاشة؟ ج لقيتها في شقة أخويا في غرفة نوم. س على ماذا تحتوي تلك الفلاشة؟ ج فيديو لأخويا ومراتي وهما بيمارسوا العلاقة. س متى وأين تم التقاط تلك الصور والمقطع التصويري؟ ج في صورة في شقتي وفي صورة في شقة أخويا وهي بعتها له. سمعت النيابة العامة شهود الواقعة وأدلوا بنفس ما قرره الشاكي في شكواه. أرسلت النيابة العامة الفلاشة إلى قسم الأدلة الجنائية، ثم قيدت الأوراق برقم جرعة وإحالتها إلى المحكمة. ثم قرر قسم الأدلة الجنائية بأن صورة المتهمة هي نفس الصور المتواجدة في الفيديو المصور. حكمت المحكمة في جلستها العلنية بحبس كلا المتهمين سنة مع الشغل. أصدقائنا المستمعين، هذه الواقعة حدثت بالفعل.